محتاجين كل فترة نريّح معدتنا شوية، يالّا بقى نعمل خضار سوتيه. هتجيبي كمية الخضار اللي أنتِ عايزاها وتقطّعيها مكعبات وتحطيها في مصفى، تحتها طبعًا حلة بتغلي، تكون مَيّة سخنة بتغلي وما نقرّبش المصفى من المَيّة عشان المَيّة ما تتخلّلش داخل الخضار. هنخلّيه نُص سِوَى، بعد كده هنجيب طاسة أو صينية زي ما تحبّي، نحط فيها مكعبين من الزبدة، نسيبهم يسيحوا وريحتهم تطلع كده جميلة، نقطّع عليهم بصلاية، نسيبها تتكرمل حاجة بسيطة، وأنا باحب أحُط عليهم معلقة من العسل الأسود، بتفرق معايا في الطعم جدًا، وبتخلّي لي البصل طعمه مختلف كإنه متكرمل، يعني أنا ما سِبتوش يتكرمل معايا دلوقتي، حطيت عليه معلقة العسل الأسود عشان إيه، يعني كإنه اتكرمل يعني، ونحط عليهم توابل ملح، فلفل أسود، ريحان، زعتر و7 بهارات، هننزّل عليهم بقى الخضار بعد ما قطّعت عليهم فلفل رومي أخضر وأحمر وأصفر، ونسيبهم حوالي 10 دقايق بس يشمّوا ريحة التوابل، وهتاكلي أحلى خضار sauté مريح للمعدة جدًا